سيسكو عملت تعديل على امتحان ال200-301. الامتحان رقمه زي ما هو، بس بدل ما كان الامتحان اسمه فيرجن 1.0 بقى اسمه فيرجن 1.1. النهارده هستعرضهم قدام بعض واوريكم ايه اللي اتحذف وايه اللي اتضاف في المناهج. هنيجي نبص كده مع بعض. بالنسبة لأول نقطة في النتورك فاندمنتالز هتلاقوا الاتنين زي بعض بالظبط، بس في الجزئية بتاعة شرح الكنترولرز هنشرح يعني ايه كنترولر، بس ما بنشرحش الدي ان اي سنتر ولا الوايرلس لان كنترولر ولا ببساطة ولا بالتفصيل، شالوهم من المنهج خالص. لما ننزل شوية كده كمان للأجزاء، بالنسبة للأجزاء اللي بعد كده هتلاقوا مفيش اختلاف خالص لحد describe private IP addressing، مفيش أي جديد. شايفين كمان هنا من أول 1.8 لغاية 2.2 كل النقط دي مفيهاش أي جديد خالص، هي بالحرف. كل اللي كان بيتشرح في المنهج القديم هو اللي بيتشرح في المنهج الجديد. لسه مكملين في الجزء بتاع النتورك اكسس، هتلاقوا برضو انه زي ما هو جدا لحد ما بنوصل للجزء بتاع الرابid PVST بلس. هتلاقوا فيه نقطة واحدة اتضافت اللي هي بتاعة الشرح بتاع الروت جارد واللوب جارد والبي بي ديو فلتر والبي بي ديو جارد. في المنهج القديم اصلا كنا كده بنشرح الجزء بتاع البي بي ديو جارد مع البورت فاست، بس هنا هم ضافوه بشكل صريح انه بيجي في الامتحان مع النقط التانية زي البي بي ديو فلتر واللوب جارد والروت جارد. نقط بسيطة ما فيهاش قلق خالص. بعد كده هتلاقوا ان كان المفروض الجزء 2.8 ده اللي بيتكلم عن الوايرلس لان كنترولر والمانجمنت اكسس بتاعه هو والاكسس بوينت. هتلاقوا النقطة دي اتشالت وتحط بدلها انك تتكلم عن الديفايس مانجمنت بشكل عام، مش عن الكنترولر والاكسس بوينت بالذات، بس بتشرح نفس البروتوكولات، التلنت والاتش تي تي بي والاس اس اتش والاتش تي تي بي اس والكونسول والتاكاكس بلس والراديوس، كل طرق الدخول على الاجهزة، بس بنتكلم عن الاجهزة بشكل عام، مش بنتكلم بالذات عن الاكسس بوينت والوايرلس لان كنترولر، فيعتبر ده جزء مش جديد خالص. بعد كده كل النقط زي ما هي. هتلاقي ان كل المواضيع هي لغاية ما هتوصل للجزء بتاع الاوتوميشن اند بروجرامابيلتي. هتلاقي اولا اتشال طبعا زي ما قلنا الجزء بتاع الدي ان اي سنتر وتحط بداله جزء عن اكسبلين الاي اي، وكمان الجزء بتاع الريست اتضاف عليه نقطة الاوثنتيكيشن تايبس كنوع من الديسكريبشن بس. كمان بالنسبة للجزء بتاع الاوتوميشن كان المفروض ان احنا بنشرح الانسبل والبابت والتشيف، هتلاقوا انه البابت والتشيف ما بقوش بيتقالوا، بس اللي بيتقال دلوقتي نقطة جديدة اسمها التيرا فورم. ده كده كل التعديلات اللي حصلت على المنهج الجديد. فزي ما انتم شايفين لو انت بتحضر للامتحان امشي زي ما انت عادي جدا، لان التعديلات بسيطة جدا. لو انت وصلت معايا لحد هنا احب افكرك ان احنا ان شاء الله بدأنا كورس جديد 200-301، وهنشرح طبعا على التعديلات الجديدة علشان عقبال ما نخلص الكورس هتكون هي اللي شغالة بس، فتبقى انت كده جاهز للامتحان الدولي. الكورس بيبقى يوم الحد والاربع، واول مرة شرح هتكون يوم الحد الجاي، فلو انتوا حابين تشتركوا ان شاء الله تقدروا تبعتوا مسج على رسائل الصفحة او ان انتوا تبعتوا مسج على الواتساب وبيتم الرد عليكم مباشرة. يا ريت تعملوا لايك وشير كتير عشان نوصل لأكبر عدد من الناس، وشكرا ليكم.